بكم سنة أولى إعدادي. النهاردة هنحل أسئلة الأقاليم المناخية، كتاب الأضواء. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. يمتد الإقليم المناخي بين دائرتي عرض 18 إلى 30 شمالا وجنوبا. طبعا الإقليم ده اسمه الإقليم الصحراوي الحار. 2. يعرف الإقليم المعتدل الدفيء شرق القارات باسم المعتدل الدفيء، يبقى الصيني يا شباب. 3. إقليم يتميز بصيف معتدل والبرودة شتاء وأمطار طوال العام. طبعا الإقليم ده اسمه الإقليم المعتدل البارد شرق القارات. يتعرض إقليم غرب أوروبا لهبوب الرياح، طبعا الرياح العكسية الغربية. السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع التصويب. يتميز إقليم الصحاري المعتدلة بغزارة الأمطار صيفا والجفاف في فصل الشتاء. طبعا الإجابة هنا هتكون خطأ، أنه قليل المطر في فصل الصيف. 2. الإقليم الموسمي من الأقاليم المناخية الباردة. طبعا الإجابة خطأ، لأن الإقليم الموسمي من الأقاليم الحارة. يقع إقليم المناخ القاري البارد داخل القارات. طبعا عندنا الإقليم المناخ القاري البارد يقع داخل القارات، الإجابة صواب. يمتد الإقليم المناخي الصيني شرق القارات، عندنا طبعا الإجابة صواب. تسقط الأمطار على الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي طوال العام، الإجابة صواب. مناخ البحر المتوسط حار ممطر صيفا دفيء في الشتاء، عندنا الإجابة غلط، لأنه جاف صيفا دفيء ممطر في الشتاء. يعد الإقليمين الاستوائي والموسمي من الأقاليم المناخية الدفيئة، عندنا الإجابة خطأ، من الأقاليم الحارة. تسقط الأمطار على الإقليم المعتدل البارد شرق القارات شتاء فقط. طبعا الإجابة هنا هتبقى غلط، هتبقى عندنا طوال العام. 9. تقع معظم مساحة مصر في إقليم المناخ الصحراوي. معظم مساحة مصر في الإقليم المناخي الصحراوي، الإجابة صواب. 10. تسقط الأمطار على إقليم غرب أوروبا طوال العام، عندنا الإجابة هنا يا شباب هتبقى صواب. يتميز مناخ الإقليم الجبلي بشدة البرودة وتغطي المنحدرات الثلوج، طبعا الإجابة هنا هتكون برضو صواب يا شباب. 12. تسقط الأمطار الشتوية في الإقليم الموسمي. الأمطار الشتوية تسقط في الإقليم الموسمي، طبعا الإجابة غلط، الأمطار الصيفية. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. يعرف إقليم مناخ بإقليم السافانا المداري الاستوائي الصحراوي التندرة، طبعا بإقليم عندنا السافانا هو الإقليم المداري. يتميز الإقليم الصحراوي بأن أمطاره غزيرة شديدة متوسطة نادرة، طبعا الإجابة هتكون نادرة. تقل كمية المطر في الإقليم المداري كلما بعدنا عن دائرة الاستواء، مدار السرطان، مدار الجدي، القطب الشمالي، طبعا كلما بعدنا عن دائرة الاستواء. يتميز الإقليم المناخي بارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار طوال العام، طبعا الإقليم المداري ولا الاستوائي ولا الموسمي ولا الصحراوي، طبعا الإقليم الاستوائي. يمتد الإقليم جنوب شرق آسيا البحر المتوسط الموسمي التندرة غرب أوروبا، طبعا الإقليم الذي يمتد جنوب شرق آسيا هو الإقليم الموسمي. يمتد إقليم بين دائرتي عرض 45 إلى 60 غرب القارات، غرب أوروبا القار البارد البحر المتوسط التندرة، طبعا قال لك غرب القارات و45 إلى 60 يبقى غرب أوروبا. 7. يتميز الإقليم الصيني بسقوط الأمطار طوال العام ربيعا وخريفا شتاء وخريفا خريفا وصيفا، طبعا الإقليم الصيني يتميز بسقوط الأمطار طوال العام.
يتميز إقليم مناخ نقط بشدة البرودة في الشتاء وسقوط الثلوج. الإقليم مناخ يتميز بشدة البرودة في الشتاء وسقوط الثلوج التندرا، الصيني، غرب أوروبا، اللورنسي. طبعا عندنا إقليم التندرا. تسقط الأمطار على الإقليم المداري في فصل الصيف، الشتاء، الربيع، الخريف. طبعا تسقط الأمطار في فصل الصيف. 10 الإقليم الجبلي من الأقاليم المناخية. الإقليم الجبلي من الإقليم المناخية الحارة، المعتدلة الدفيئة، الباردة، المعتدلة الباردة. طبعا هتكون الباردة بس. يمتد الإقليم الموسمي في جنوب شرق أستراليا، آسيا، أفريقيا، أوروبا، جنوب شرق آسيا. تنتمي جبال الإنديز إلى الإقليم التندرا الجبلي الاستوائي الموسمي. طبعا جبال الإنديز تنتمي إلى الإقليم الجبلي. يظهر الفرق كبيرا في المدى الحراري اليومي في الإقليم الاستوائي المداري الموسمي الصحراوي. طبعا يظهر المدى الحراري في الإقليم الصحراوي. يعرف المدى الحراري السنوي بأنه الفرق بين متوسط درجات الحرارة خلال فصلي الربيع والخريف، الصيف والشتاء، الشتاء والخريف، الصيف والربيع. طبعا الإجابة هتبقى الصيف والشتاء. القارة التي تختفي بها الأقاليم المناخية الحارة هي قارة أفريقيا، قارة آسيا، قارة أوروبا، قارة أستراليا. طبعا القارة تختفي بها الأقاليم الحارة هي قارة عندنا أوروبا. السؤال الثالث، حدد الاسم غير المناسب للمجموعة. إقليم مناخ غرب أوروبا، الإقليم المعتدل البارد، الإقليم الصيني، الإقليم القاري البارد. طبعا الإقليم الصيني هو المختلف. ليه؟ لأن باقي الأقاليم هي أقاليم معتدلة باردة، أما الإقليم الصيني من الأقاليم المعتدلة الدفيئة. السؤال الرابع، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. الفرق بين متوسط درجة الحرارة الليل والنهار. طبعا ده اسمه المدى الحراري اليومي. 2 إقليم مناخي يقع جنوب شرق آسيا ويتميز بالمطر الصيفي. إقليم مناخي يقع جنوب شرق آسيا ويتميز بالمطر الصيفي، ده الإقليم الموسمي. 3 مناطق متصلة أو منفصلة من سطح الأرض ولكنها تتشابه في خصائصها المناخية. طبعا دي اسمها أقاليم مناخية. السؤال اللي بعده، الخريطة. هنا هنركز على المؤشر اللي أنا بلعب بيه دلوقتي على الشاشة يا شباب، نركز فيه. يشير رقم نقط إلى الإقليم المعتدل البارد شرق القارات. طبعا عندنا الخريطة فيها أرقام كتير. الرقم اللي بيشير إلى الأقاليم المعتدل البارد شرق القارات هو رقم 4. رقم 4 على الخريطة في الحتة دي يا شباب. بعد كده يشير رقم نقط إلى الإقليم الجبلي. الإقليم الجبلي عندنا أشهر الجبال، جبال اسمها جبال الهيمالايا وجبال الإنديز. والإقليم الجبلي اللي هنا موجود عندنا هو الإقليم رقم 2. عند جبال اسمها جبال الهيمالايا، خدناها في الترم الأول. بعد كده 3 يشير رقم 3 إلى الإقليم القاري البارد، قاري بارد. طبعا القاري البارد هنطلع فوق كده ونشوف الدنيا أنهي حتة. عندنا الإقليم القاري البارد هو الإقليم رقم 3 يا شباب في الحتة دي، القاري البارد. طيب 4 يشير رقم 4 إلى إقليم غرب أوروبا. إقليم غرب أوروبا أنهي واحد؟ طبعا أوروبا أهي، يبقى غرب أوروبا، يبقى ده الإقليم رقم 5. بعد كده رقم 5 يشير رقم نقط إلى إقليم التندرا. إقليم التندرا هنطرح فوق خالص هنلاقي هنا رقم 1، يبقى يشير رقم 1 إلى إقليم التندرا. 6 يشير رقم نقط إلى المعتدل الدفيء شرق القارات. معتدل دفيء شرق القارات أصله على المعتدل الصيني، فالمعتدل الدفيء شرق القارات بيمثله يا شباب الرقم عندنا رقم 7 اللي هو في الحتة دي. بعد كده يشير رقم نقط إلى الإقليم الصحراوي المعتدل. الإقليم الصحراوي المعتدل هو الرقم ده يا شباب، هيكون رقم 6. بعد كده يشير رقم نقط إلى إقليم البحر المتوسط. أدي البحر المتوسط أهو، فبالتالي هنشوف أي حاجة خاصة بالبحر المتوسط تمام وهنشوفها، يبقى عندنا إقليم البحر المتوسط هو عندنا يا شباب رقم 8. رقم 8 أوكي. بعد كده عندنا البحر المتوسط يعني سوري على الحته دي. البحر المتوسط موجود هنا في الشمال وموجود تحت في جنوب شرق استراليا، فهو رقم 8 عندنا البحر المتوسط.
9 يشير رقم نقط إلى الصحاري الحار. الإقليم الصحراوي الحار طبعا موجود في أفريقيا، فالحتة البيضة دي اللي هي رقم 9 ده هو الإقليم الصحراوي الحار رقم 9. 10 يشير رقم نقط إلى الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. طبعا هنشوف خط الاستواء أهو، فبالتالي رقم 12 ده لازق فيه على طول، فهو رقم 12. عندنا يشير رقم نقط إلى الإقليم الموسمي. الإقليم الموسمي عندنا ده بيشير إليه هو رقم كام؟ أيوه، الجزيرة دي اسمها جزيرة مدغشقر، فالإقليم الموسمي هو الإقليم رقم 10 يا شباب، جزيرة مدغشقر. هنا الرقم بس كاتب 1 تحت 0، بس هنا قصدي رقم 10. بعد كده رقم 12 يشير رقم نقط إلى الإقليم المداري الحار، مفيش غيره باقي، هو رقم 11 الإقليم المداري الحار. وبكده انتهينا يا شباب من الجزء الأول من درس الأقاليم المناخية أولى إعدادي الترم الثاني. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع. يا ريت تدعمونا باشتراك في القناة لو سمحتم ليأتيكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.